في فرق كبير جدا بين العدل والمساواة. يعني كتير يا جماعة من الأهل فاكرين إن العدل مع أولادهم يعني مساواة بينهم في كل حاجة، نفس الهدايا، نفس المعاملة، نفس العقاب، نفس المكافأة. لكن الحقيقة دي أكبر غلطة تربوية بتدمر أولادك من غير ما تحس. المساواة يا جماعة، المساواة المطلقة مش عدل، بالعكس يا جماعة ده ظلم كبير بيأثر على نفسية ولادك وعلى مستقبلهم. يعني مثلا يا جماعه تخيل معايا عندك ابن ذاكر وتعب ونجح، وابن تاني مهمل وما بيذاكرش. لو انت كافئت الاتنين نفس المكافاه، ايه اللي هيحصل؟ اللي تعب هيتصدم ويحس ان مفيش فايده في جهده، واللي اهمل هيقول ما هو انا كده كده هاخد زي اخويا، ليه اتغير؟ وفي مثال تاني، لو واحد من اولادك ساعدك في البيت، التاني رفض انه يساعدك، ولقيت نفسك شكرت الاتنين بنفس الشكل، يبقى انت كده ضيعت قيمه المساعده، كافئت اللي ما تعبش اصلا. يا جماعه النتيجه الاتنين هيتلخبطوا، مش هيعرفوا يفرقوا بين الصح والغلط لانهم اطفال. علماء التربيه يا جماعه والنفس اكدوا ان المساواه المطلقه بتزرع الغيره والعداوه بين الاخوه وبعضها. دراسات بتقول الطفل الكويس بيتاثر نفسيا جدا لو ما شافش فرق بينه وبين اخوه المشاغب، وده بيخليه يتراجع عن السلوك الايجابي. وفي المقابل هنا المشاغب بيفقد الدافع للتغيير لانه مش شايف فرق في المعامله. يا جماعه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، رواه البخاري. العدل هنا مش في المساواه، مش مساواه عمياء. العدل هنا معناه واحد ياخد اللي يستحقه بجد واللي يناسب حالته. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل واحد يتحاسب على عمله هو وبس. الحلول يا جماعة انك تشجع السلوك الجيد فورا بكلمة طيبة او بهدية بسيطة. وجه السلوك الخاطئ بحزم، مش عقاب ولا اي حاجة خالص، لكن حرمان من امتياز او توجيه واضح. عامل كل ابن حسب احتياجاته، لان ابنك الهادي هيحتاج تشجيع، وابنك العنيد محتاج صبر وتوجيه. اشرح لأولادك إن اللي يتعب وينجح لازم يلاقي نتيجة، واللي يغلط لازم يتحمل مسؤولية غلطه. لأن المساواة يا جماعة مش دايما عدل، لكن العدل هو إنك تدي كل واحد اللي يستحقه بجد. لو سويت بين ولادك في الصح والغلط هتظلمهم هما الاتنين. ابنك الكويس محتاج تشجيع علشان يثبت على الطريق، وابنك المشاغب محتاج توجيه علشان يتغير. وده هو معنى العدل الحقيقي اللي أمرنا بيه ربنا ورسوله.